لما كنت روح على الشام على سوريا وشوف الظلم والقمع اللي فيها وردة فعل الناس تكون دايما انه لحتى الله يفرجها، كنت اشعر بالغيظ من جوا، لانه حسيت فيها جملة كتير من التواكل. بس هلأ الوضع اختلف. انا بحياتي كلها ما حسيت بالفخر كوني سورية قد ما هلأ حاسة، والفضل لشعبنا السوري، للشباب والبنات وحتى الأطفال اللي دفعوا دمهم ثمن لحريتنا. بس بدها مين يقدر شو يعني حرية، وبدها مين يقدر شو يعني كرامة. الشعب السوري عم يقدم دمه ثمن لحريتنا وعم يعملوا اللي عليهم وأكثر. بس وضع سوريا صعب. إسرائيل بتحب بشار ورامي ومن قبلهم حافظ إسرائيل، وأوروبا وأمريكا لكون سوريا ما فيها كتير نفط ما لهم كتير مصلحة بالتدخل. تركيا موقفها في أحسن الأحوال مذبذب، وإيران كل يوم والتاني بتفرد عضلاتها بالمنطقة وبتسبب فتنة. وفوق كل شي في عنا معارضة تحفة. وبعدين الجامعة العربية يعني بصراحة شي بيخزي، بس ما شي جديد عليهم. إمتى الجامعة العربية بكل تاريخها أخذت موقف بيشرف. أنا من رأيي يروحوا ينتفوا شواربهم أحسن لهم، وأولهم نبيل العربي. بعتولنا هذا محمد الدابي قتال القتلة، منين بده يجيب الصدق وهو بالأصل مجرم؟ لسه مهلة ورا مهلة، والشعب السوري عم يتعذب وعم يندبح، وصراحة مهزلة. يعني شو الحل؟ الحل والحكمة بناخدها من الثوار السوريين اللي عن جد علمونا كتير أشياء بحياتنا. لما بيقولوا يا الله مالنا غيرك يا الله، بالفعل ما في النصر لا من أوباما ولا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من حدا ولا من الجامعة العربية. النصر من عند الله، ونحن ما رح نوقف ولا رح نتراجع لحتى الأسد وأتباعه يفنوا، وإن شاء الله منتصرين.